نزلنا الفرخة، معايا قطايه وبصلايه وجزرايه، بيخلي طعم الشوربه حكايه. ومعانا ملح وفلفل اسود ورق لورا وحبهان، نحطهم على الشوربه وبنسيبهم يغلوا مع بعض لحد ما الشوربه تتعمل معاكي، وبنغطي. بنقلب في الشعريه لحد ما تاخد لون ذهبي وجميل، ونكون غاسلين الرز كويس ومصفيينه من الميه، وبننزله بعد ما الشوربه بتبقى لونها ذهبي، قصدي الشعريه بتبقى لونها ذهبي. ونحط الملح وهنحط ورق لورا وهنحط حبهان. تابعوني، وعايزاكم تتابعوني وتعملوا لي اشتراك في القناه، وهتنوروني والله، واكلي هيعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين الشعريه بقت ذهبي وجميله. هننزل بالرز مغسول ومصفي، معانا ملح ولورا وحبهان، وهنقلب كويس. كده هنعاير الرز. اول ما الرز يتشرب هنقوم موطين النار على شعلة لحد ما يستوي. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، الشوربه اهي جاهزه. معانا قلقاس متفرز وجاهز على ان هو يتعمل على طول. ان شاء الله بعمل لكم طريقته قريب باذن الله. ما شاء الله، الله اكبر. هننزله الشوربه ونسيبه يستوي، واول ما يستوي هنكمل بقيه الخطوات. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، الله اكبر. الاكل ان شاء الله هيطلع زي العسل من ايديكم. الرز هنا اتشرب، هنقلبه كويس ونوطي عليه النار يبقى شمعة. نكمل بقية سواه ونغطي عليه. هنا الفراخ استوت، هنرش عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، وهنرش زيت. وهندخلها الفرن. هنا زي ما انتم شايفين الرز استوى، هنقفل عليه ونغطيه كده. خلاص استوى.